ليلى فضلت مركزة مع خالد وهو بيتكلم، عينيها عليه بس عقلها شغال من جوه. كانت بتدور على أي طريقة تقدر بيها تتأكد إن ده خالد فعلا بجد ولا ده شاطر. بعد شوية تفكير جت في دماغها فكرة. قامت بسرعة ودخلت أوضة الصالون، خدت المصحف من مكانه ورجعت له تاني. قالت له الابتسامة هادية على وشها: حبيبي ممكن تقرا سورة الجن عشان البركة تحل على البيت وربنا يبعد عننا أي حاجة مش كويسة. خالد مسك المصحف بإيديه وكأن الطلب عجبه وبدأ يقرا سورة الجن بصوت عالي. الكلام طالع من بقه بسلاسة ومن غير أي تلعثم، وليلى واقفة بتراقبه. قلبها دقاته كانت سريعة، مع كل آية كانت بتحس إن قلبها بيهدى شوية. جواها كانت عارفة إن ده اختبار مهم جدا. لو ده خالد الحقيقي القراءة هتعدي عادي. وخلص الصورة ووقف وشكله كان مرتاح وهادي، كأن في سكينة نزلت عليه. ليلى خدت نفس طويل وحست براحة. خالد ابتسم وبصلها وهو ولا في دماغه أي حاجة من اللي كانت دايرة في دماغ ليلى. وعدى كام يوم. ليلى قعدت تدور على الإنترنت على شيخ يقدر يحميها من الجن وشرهم، لحد ما ظهر قدامها إعلان عن شيخ أدهم. الصورة كانت واضحة جدا، راجل في حدود 45 سنة، لحيته سودة وطويلة وملامحه فيها وقار وهدوء يخليك تطمن. قررت تروح له بس من غير ما خالد يعرف أي حاجة. كانت خايفة عليه، خايفة الجن يأذوه، خصوصا إن اتأذى منهم قبل كده وهو أصلا مش فاهم إيه اللي بيحصل له لما بيفقد وعيه. تاني يوم ليلى راحت لمكتب الشيخ أدهم. كانت متخيلة إن المكان مليان بخور ودخان زي الأفلام، بس اتفاجئت. الشيخ قاعد على مكتب ووراه مكتبة كبيرة مليانة كتب، والمكان هادي وبسيط. ليلى دخلت المكتب. السلام عليكم، رد عليها الشيخ. وعليكم السلام، اتفضلي، ايه مشكلتك بالظبط؟ من وانا صغيرة بحس بوجود حد بيكلمني، وتملي لو حصل اي مشكلة بعد دقايق بلاقي المشكلة بتتحل وبيرجع لي حقي. وكنت بسمع في وداني صوت حد تملي بيكلمني، كنت بخاف لكن تملي كان صوته بيطمني، لحد موت امي وابويا في حادثة. في الوقت ده حسيت بالشخص ده بيكلمني، انفعلت وقلت له لو انت حقيقي اظهر. وفعلا ظهر جن اسمه شاطر، وكان في منتهى الادب والذوق معايا. وعدى وقت كتير وانا بتكلم معاه لحد ما حسيت انه بقى قريب مني جدا، وكنت بطمن فعلا بوجوده معايا. وفجأة اختفى من حياتي، وبعد فترة لقيت حد شبهه، اتعرفت عليه واتجوزنا. وفي يوم زفافنا واول ما دخلت البيت لقيت اللي بيكلمني مش جوزي، اللي بيكلمني كان الجن شاطر. وفضل يحكي لي انه مغضوب عليه عشان بيحبني، وهو كان لابس جوزي اصلا من 5 سنين، وحذرني انهم هيأذوني وهو هيقف جنبي. الشيخ قال لها مين دول اللي هيأذوكي؟ ليلى قالت له عشيرة الجن شاطر عشان غضبانين منه، ان هو بيحبني، وقال لي انهم هيبعتوا جن اسمه باصر من عشيرة زفام عشان يدمر حياتي ويوصلني للجنان. وطلبت منه انه يخرج من جسم خالد ويسيبني اعيش مع جوزي في سلام. ووافق ومشي فعلا، بس حذرني من الجن باصر انه هيظهر في حياتي وهيدمرها. الشيخ ادهم سكت شوية وبصلها بتركيز. قال لها وايه اللي حصل علشان تكوني واثقة في كلام الجن شاطر ده؟ لو كان كلامك حقيقي مش وهم. ليلى قالت له لا يا فندم، انا مش موهومة بشاطر، شاطر فعلا موجود وحذرني. انا عارفة انه بيخاف عليا، لكن هو قال لي انه مغضوب عليه ومسلوب القوة منه ومش هيقدر يعرف اي حاجة دلوقتي، عشان كده هو جه وحذرني. الشيخ ادهم قال لها طب ركزي معايا، في حالتك دي عندنا احتمالين. الاحتمال الاول ان انت موهومة بكل الكلام ده، وده مرض نفسي نتيجة الوحدة بعد موت امك وابوكي. في عقلك الباطل اختلق شخص وهمي عايش معاكي وباين من كلامك انك بتحبيه ومش خايفة منه. اما عن الاحتمال التاني، وده ان الكلام ده حقيقي وانك محاطة بجن عاشق، وده اللي احنا هنتأكد منه. ليلى قالت له ازاي يا شيخ؟ قال لها اول حاجة انا محتاجة اشوف جوزك خالد، وهنتكلم معاه وهنعمل جلسة ونشوف فعلا هو في جسمه حاجة ولا لا. ليلى قالت له بس شاطر خرج من جسمه. الشيخ قال لها الجن لو قدر يدخل جسم انسان مش هيخرج من نفسه،
بيفضل فاتح بوابة لنفسه يدخل ويخرج منها، وده بسبب ضعف إيمان الشخص الملبوس من الجن. ليلى قالت له أنا هجيب خالد عند حضرتك من غير ما يعرف الموضوع، عشان لو عرف الشيخ قال لها ممكن تقولي له إن أنا صديق الوالد الله يرحمه وعايزة تعرفيني عليه. رجعت ليلى البيت. أول ما خالد رجع من الشغل قعدت جنبه. خالد حبيبي، كان في حد من صحاب بابا الله يرحمه كلمني في التليفون وأنا عايزة أروح عنده، أكيد مش هروح لوحدي، ممكن تيجي معايا؟ قال لها وصاحب بابا ده ظهر فجأة كده؟ قالت له كلمني الراجل بنفسه عشان نروح عنده في مكتبه. سألها بيشتغل ايه؟ قالت له بيشتغل دكتور نفسي، بس حد محترم جدا وهتحب القعدة معاه. قال لها لازم، يعني انا مشغول جدا الفترة دي وباجي من الشغل تعبان جدا. ليلى قالت له عشان خاطري. خالد قال لها ماشي، هنروح له بكرة. وبالفعل تاني يوم راحوا عند الشيخ أدهم. أول ما خالد دخل المكتب، خالد بصوت مليان خوف وربكة: يلا يا ليلى نمشي، أنا مش عايزة أقابل حد، أنا مش عايزة أقابل حد، المكان ده مش كويس. ليلى قالت له اهدى، هنقابل الراجل ونمشي على طول. دخل المكتب. الشيخ أدهم كان واقف وباصص لخالد بنظرة قوية من غير ما يمد ايده للسلام. قال له ازيك يا خالد، اخبارك ايه؟ خالد كان صوته كله خوف وربكة. قال له انت تعرفني؟ قال له طبعا، من كلام ليلى عنك. خالد قال له فرصة سعيدة، يلا يا ليلى نمشي. الشيخ أدهم فجأة بقى حاد جدا، قرب من خالد ومد ايده على صدره وبدأ يتمتم بكلمات مش مفهومة. في اللحظة دي ملامح خالد اتغيرت جدا، عينيه اتقلبت ومبقاش باين منها غير بياض بس. ليلى رجعت لورا، ظهرها لزق في الحيطة، قلبها كان بيقع من الرعب. صوت خالد بقى مش طبيعي، زي حيوان مسعور، والجو في الأوضة بقى تقيل ومخيف. الشيخ أدهم بصوت عالي: انت مين؟ انت قول لي اسمك ايه؟ وخالد بصوت عالي مليان جنان بيصرخ ويقول شاطر. الشيخ أدهم قال له انت عايز ايه منها؟ انطق بدل ما احرقك. خالد بصوت عالي وبصراخ زي الكلب المسعور: انا عايز ليلى وهموت خالد. الشيخ قال له عايز ايه من ليلى؟ خالد بصوت عالي جدا بصراخ زي كلب مسعور: اجننها وهموتها عشان اتجوزت خالد. الشيخ قال له انت بتكذب عليها ليه؟ انت بتكذب عليها وانت اللي عايز تأذيها. قال له هموتها، مش هسيبها هي وخالد. ملامح ليلى اتبدلت في لحظة، الخوف مسك في وشها ودموعها نزلت من غير ما تحس. كانت واقفة بتتفرج على خالد وهو في الحالة دي، قلبها بيترجف، حاسة انها عاجزة، مش قادرة تعمل اي حاجة غير انها تعيط بحرقة. الشيخ قرب من خالد وحط ايده على صدره وبدأ يقرا في سره بتركيز شديد. الأوضة كلها سكتت. شوية شوية صوت خالد هدي، عينيه رجعت لطبيعتها، غمض عينيه ببطء كأنه استسلم لتعب شديد بعد معركة طويلة جواه، ونفسه بقى أهدى ونام. الشيخ لف الليلة وقال لها بهدوء: كلامك صح، بس هو مش بيحبك زي ما انت فاكرة، ولا في حد عايز يأذيكي، هو بيخوفك بس عشان يبقى هو طوق النجاة ليكي وتسلمي له نفسك. ليلى بخوف وصوت مكسور: يعني أنا وأنا مع خالد ببقى معاه؟ الشيخ قال لها لأ، أنا استدعيته من المنطقة اللي بيدخل بيها جسم خالد، جوزك هو اللي بيكون معاكي، بس هو يقدر يحضر عليه في أي وقت. جوزك عمل عهد ما بينه وما بينهم وفتح جسمه ليهم، عشان كده يقدر يدخل جسمه في أي وقت. سكت لحظة وكمل: حاولي تبعدي عن خالد لحد ما نخرجه تماما من جسمه، بس هحتاج منك شوية حاجات تعمليها عشان نخلص منهم. ليلى كانت مرعوبة، قالت له حاجات ايه؟ قال لها مش دلوقتي، بكرة تجيلي لوحدك وانا هفهمك هنعمل ايه. دلوقتي نفوق خالد وخديه وروحي، وحاولي تهربي منه بأي سبب، وما تحاوليش تخليه يلمسك، وهو مش هيفتكر اي حاجة حصلت هنا. ليلى خرجت من عند الشيخ والرعب مليها، وخالد ماشي جنبها في صمت. في الطريق كانت بتكلمه بحذر، بتحاول تخبي القلق اللي جواها. وأول ما وصلوا البيت ساعدته يدخل ينام، وهو دخل أوضة النوم ونام فورا. أما هي قعدت على الكنبة في الصالة، الضلمة حواليها وعينيها بتلف في كل مكان. المشاهد اللي حصلت في مكتب الشيخ بتيجي في دماغها واحدة ورا التانية، والخوف بيزيد جواها. الساعات عدت تقيلة قوي، كانت تعبانة ومرهقة، بس النوم كان صعب، ومع كده غلبها ونامت. فتحت عينيها فجأة والدم وقف في عروقها. قدامها خالد واقف في الضلمة، نور خفيف واقع على وشه،
وعينيه بيضة وما فيهمش أي سواد. صرخت جواها وفجأة صحيت. ليلى كانت على الكنبة بتتنفس بسرعة وبتلمس وشها وبتحاول تهدى. قعدت تمسح العرق من على جبينها وتحاول تقنع نفسها إن اللي شافته كان كابوس، بس الإحساس بالخوف كان لسه موجود. ليلى فضلت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. فضلت صاحية طول الليل مش قادرة تنام لحد ما الشمس طلعت ونورها دخل البيت. كانت مهدودة بس حاولت تمسك نفسها. قامت ودخلت أوضة النوم واتصدمت. خالد ما كانش موجود. السرير مترتب زي ما هو. قلبها دق بسرعة ومسكت الموبايل ودورت على رقمه واتصلت بيه. خالد انت فين؟ صحيت ما لقيتكش. قال لها حبيبتي انا في الشغل، صحيت لقيتك نايمة بره، مرضتش اصحيكي وغطيتك ونزلت. قالت له طب يا حبيبي وانت نازل من الشركة كلمني وخلي بالك من نفسك. ليلى قفلت المكالمة وفجأة بتلف وراها قلبها وقع. خالد كان واقف وراها. رجعت بظهرها لورا. ليلى بخوف وذعر قالت له انت مين؟ خالد بصوت كلب مسعور، انا شاطر. ليلى اتجمدت مكانها، الدموع نزلت على خدودها والخوف سيطر عليها. ارجوك ابعد عني انا وجوزي، انا اذيتك في ايه؟ خالد بصوت كلب مسعور، انا هاذيكي وهاذيكي ونهايتك على ايديا. فجأة الموبايل رن وفي لحظة غريبة اختفى. ليلى مسكت الموبايل بايديها بتترعش. قالوا مين معايا؟ عم صلاح؟ عم ليلى، انا صلاح عمك يا حبيبتي. انت مش مسجله رقمي؟ ليلى بخوف قالت له لا يا عمي الرقم مش مسجل. عمها قال لها مالك يا ليلى، فيكي حاجه؟ خالد مضايقك؟ بدات تعيط. قالت له لا يا عمي بس انا في مصيبه، ارجوك تعاليلي. قال لها حاضر يا حبيبتي اخر اليوم هجيلك. قالت له هستناك يا عمي ما تتاخرش عليا وحياة بابا عندك. قال لها حاضر اهدي وما تخافيش. وبعد 3 ساعات من الرعب ليلى كانت نايمة على كنبة الأنتريه، علامات القلق لسه على وشها. الباب اتفتح بهدوء وخالد دخل، شكله كان مرهق. ليلى صحيت مفزوعة وقامت تصرخ وفضلت تقول له ابعد عني ابعد عني. خالد قرب منها بهدوء بقى يقول لها ليلى مالك يا حبيبتي. ليلى كانت بتعيط وتقول له انت مين؟ انت شاطر ولا خالد ولا مين؟ وفجأة وقعت على الأرض. الضغط النفسي غلبها وراحت في الإغماء. بعد ساعة من الهدوء ليلى فتحت عينيها ببطء. عمها صلاح واقف جنب السرير، القلق باين على وشه، وخالد واقف الناحية التانية وهو كمان قلقان. عمها صلاح قال لها خير يا حبيبتي ايه اللي مزعلك؟ ليلى بصت لعمها وفجأة لمحت خالد، صرخت ومسكت في رقبة عمها. عم الحقني ما تخلوش يقرب مني، ده جن. خالد اتصدم، قال لها اهدي يا ليلى انا خالد حبيبك. عمها قال له خلاص يا خالد انا هاخدها معايا ترتاح يومين، واضح ان حالتها النفسية صعبة. خالد قال له والله يا عمي ما عملت لها حاجة. مالك يا ليلى يا حبيبتي مالك؟ ليلى كانت بصاله بعينين مليانة خوف. خدت نفس بالعافية ومسكت في عمها ومشيت ناحية الباب خطوة خطوة. خالد واقف وراهم ساكت وملامحه مش باينة في ضوء الشقة. وفجأة عم صلاح وقع على الأرض جنب باب الشقة. عيون ليلى وسعت من الرعب، لفت ببطء وراها واتجمدت مكانها لما شافت. لو منتظرين تعرفوا باقي الحكاية تابعونا على حكايتها النوش.